خلصت الحكاية. خلصت الحكاية يا صاحبي. خلصت الحكاية اللي عشت 17 18 سنة عشان توصل لها. خلصت وهنعدي مرحلة ونروح لمرحلة تانية. خلصت الحكاية بالحلو اللي فيها والوحش اللي فيها. خلصت بالشوامل، خلصت بالمشاوير، خلصت بسهر الليالي، خلصت بقيمة الكتب اللي قدامك، خلصت بتعب الأهالي وسهرهم جنبك، خلصت وانت قاعد زعلان. اوعى تزعل، كمل الفيديو وما تزهقش. هحكي لك قصة هتغير حياتك كلها، قصة فيها عبرة. قصة كانت مشهورة زمان. كان مرة واحد أعرابي عنده حصان عربي أصيل غالي قوي، وعنده ابن قوي شاب، والناس كلها كانت بتحسده على الحصان ده عشان هو يعتبر كده أغنى راجل في القرية بتاعته، عشان الحصان ده مفيش منه اتنين. المهم في يوم الحصان ده هرب منه ومن المزرعة وجري في الصحراء. جم الناس عشان يعزوه وقالوا له معلش خير ربنا يعوضك. رد الراجل المؤمن اللي واثق في ربنا انه ما بيضيعش اللي عنده، قال لهم لعله خير. استغربوا جدا، خير ازاي؟ شوية والحصان ده قاد مجموعة من الأحصنة من الصحراء اللي هم كانوا تايهين في الصحراء، لأنه كان هو قوي فقدر يجيبهم معاه ويرجع على المزرعة بتاعت الراجل. وساعتها بقى الراجل ده مزرعته أغنى مما كانت على الماضي 100 مرة. الناس رجعوا يهللوا وفرحوا وقالوا له ياه ده انت طلعت صح، انت كل ده خير. ضحك الراجل وقال لهم لعله شر. الناس استغربت قوي، شر ايه يا راجل؟ ده انت معاك فلوس دلوقتي قد كده. عدت الايام وجه ابنه القوي حب ينط ويركب على حصان من الحصانه اللي مش متدربه اللي جابها الحصان معاه، وقع ورجله اتكسرت قوي ووقف ولا الشغل بتاعه اتعطل والدنيا كلها باظت عند الراجل. جاله الناس يواسوه ويقولوا له معلش ربنا يعوضك على كسرة رجل ابنك. ضحك الراجل وقال لهم ربنا أدرى لعله خير. استغربوا برضو، ايه الراجل الراضي بقضاء ربنا ده؟ ازاي واثق كده ان خير؟ عدت الايام وجه السلطان ماسك البلاد، قال لهم هنقوم بحرب ضد عدو قوي جدا بنسبة كبيرة، كل جيشهم هيموت، وعايزين ناخد اي شاب في اي حتة عشان يخش الحرب معانا. كل الاهالي قلبها اتوجع لما خدوا ولادهم لان عارفين بنسبة كبيرة هيموتوا. جه السلطان عند الراجل ده وشاف ابنه، لقى ابنه رجله مكسورة، قال لهم مش عايزينه ملوش لازمة. ضحك الراجل وقال مش قلتلكوا لعله خير. القصة الهدف منها انت فهمت انا عايز اقولك ايه. ما تزعلش ان كان ربنا خلاك ما تحلش كويس في مادة او خلاك فاكر ان ده الشر ليك. ربنا الوحيد اللي مقدر لك الخير، بس بشرط تكون تعبت وعارف انك تعبت، بشرط انك هتقول له دلوقتي واحنا مع بعض في الفيديو الحمد لله يا رب انا كده راضي، اصل انت اللي عملت كده، انا كده راضي علشان انت هتراضيني، اقسمت عليك يا رب تراضيني عشان بقول لك ان انا راضي ومقتنع بقضاء الله. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نلتقي على خير يا رب، واشوفكم كلكم مرضيين في حياتكم، مش في كليات قمة، مرضيين في حياتكم. مش عارف، يمكن الكلية الهندسة والطب اللي كنت عايز تخشها يكون في أذى وشر مستنيك، يمكن المعهد والكلية اللي مش عاجباك ربنا كاتب لك جوازة فيها لإنسان صالح، إنسان غني، ربنا كاتب لك تنجح بفكرة محدش عملها في الكلية. ارضى وقول له الحمد لله يا رب انا راضي، ما دام انت اللي كاتبها لي، انت عارف اني تعبت، ربنا هيرضيك رضا عمرك ما شفته. اكتب في الكومنتات الحمد لله يا رب انا راضي، والله هيرضيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتوحشوني يا اغلى طلبة في مصر. سلام عليكم.